السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أعزائي المتابعين. اليوم ويانا جلسة الناس اللي بيشتكون إن عروق الإيد باينة أو إنه الإيد جدا نحيفة، وهذا عادة بيعطي الإيد سن أكبر من السن العادي. إحنا راح حقنا إبرة بنج في البداية تونا حاقنينها، والآن راح نبدأ ندخل الكانيولا وبعدين شوي شوي ندخلها وبعدين نسحب نتأكد إننا مو داخل شريان أو وريد، وأبدأ أحقن بالتدريج. بعدين ندخل مرة ثانية وهكذا نسحب أتأكد إني مو داخل شريان أو وريد وأحقن، وهكذا ندخل نسحب ونحقن. بعدين هنا ندخل هنا. طبعا أحلى شيء إن أنا مو بس حاط كريم بنج، حاطط إبرة بنج مثل بنج الأسنان. ندخل في المناطق أو الخفسات اللي فيها طبعا أنا دائما يهمني بعد ما حقنت أسوي مساج حلو عشان الفيلر ياخذ وضع على الإيد. بعد ما سويت مساج حلو سألت المراجعة وين أكثر مناطق لا زالت مضايقاكي، فأشرت لي على المناطق اللي لا زالت مضايقاها. أحيانا الدكتور يكون له وجهة نظر بس المراجع يكون له وجهة نظر مختلفة في أكثر منطقة مضايقة المراجع، فأنا دائما أحاول أنصح المراجع، لكن بالأخير يهمني أخذ رأيه بالذات في الأشياء اللي لها علاقة بالتجميل. لازم يكون الحقن ببطء لأن المنطقة مليانة أوردة وشرايين، لازم لو تلاحظون كل ما أحقن أسحب 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 لين أتأكد إن أنا في منطقة أمان، بعيد عن وتر، بعيد عن شريان، وبعيد عن وريد.